مساء الخير على حبايبي ومتابعيني، يا رب دايما كده تكونوا بخير وسعادة. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، هنعمل مع بعض شوربة لسان العصفور، وهنعرف ازاي ما يعجنش وما يشربش الشوربة بتاعته. الطريقة بتاعته سهلة جدا، بس في ناس كتير بتشتكي انه بيعجن معاها وبيشرب الشوربة بتاعته. في حاجات كده بسيطة هنعملها النهاردة كده في الفيديو، هنخلي بالنا منها. هيطلع معاكي زي ما انت شايفاه كده واحلى كمان. لونه تحفة ولون الشوربة بتاعته كمان روعة زي ما انتوا شايفين كده. تابعيني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقة. بس يلا بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. انا ابتدأت احط كده حلة على النار، وحطيت فيها كده حتة من السمنة البلدي او اي سمنة انت تحبيها، وممكن كمان معلقة من الزيت او معلقتين من الزيت. وحطيت كده حوالي كوباية من لسان العصفور. النوع ده انا بحبه قوي، نوع حوا ده ما بينشيش وبيبقى كويس جدا، وسعره كمان كويس. حطيت كده كوباية وابتدأت ان انا احمره. مهم جدا يا جماعة ان انتوا تقلبوه باستمرار، ما تسيبوهوش عشان ما يبقاش في واحدة كده لونها غامق وواحدة لونها فاتح. لازم التقليب المستمر زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب كده وانا بحمره اغمق لونه شوية، يعني اللون اللي انتوا شايفينه ده لا لسه شوية كده تكاية كمان عليه، عشان يبقى كويس معاكي وما يعجنش. لو سبتي لسان العصفور كده لونه ابيض، اديتيله تشويحه واحده كده، وحطيتي عليه على طول المواد السائله، هيبقى معجن معاكي ومش هيبقى حلو خالص. لازم تديله تحميره كده حلوه وتتكي عليه في التحمير. شايفين اللون ده؟ انا عايزه اديله كمان تكايه بسيطه. حلو قوي كده. دلوقتي هجيب كده حوالي 3 كوبايات من الميه المغليه. انا حاطه الميه من الكاتل زي ما انتوا شايفين كده، لازم الميه تكون مغليه. مش هضيف الشوربه على طول، انا هحط ميه كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هغطي الحلة وهسيبه ان هو يستوي كده على الهادي ويشرب المية بتاعته. يبقى انا ما حطيتش شوربة، انا حطيت مية مغلية. وفي تكاية بسيطة كده، انا حطيت كده بشرت جزراية وحطيت جزء منها، يعني ممكن تحطي جزراية صغيرة مبشورة، بتخلي اللون حلو وبتعلي القيمة الغذائية كمان. هو خلاص شرب المية بتاعته. هبتدي دلوقتي بقى ان انا احط الشوربة. هو دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده بدأ يدخل في السوا. هجيب بقى 3 كوبايات من الشوربة. الشوربة طبعا لازم تكون مغلية. اي شوربة موجودة عندك، ممكن تحطي كمان كوبايتين من الشوربة وكوباية من المية، مفيش اي مشكلة، على حسب الموجود عندك والمتوفر عندك. انا حطيت 3 كوبايات من الشوربة المغلية. اهو دي 3 كوباية كده تمام قوي، لان انا حاطة كوباية واحدة من العصفور. يبقى انا حطيت في الاول كوباية مية سخنة، واول ما شرب المية ابتديت ان انا احط الشوربة. وهحط معلقة صغيرة كده طماطم متسبكة، لو مش موجودة عندك مفيش أي مشكلة، ابشري طماطماية بس خليها من غير البذر والقشر، وحطيها كده على لسان العصفور. برضو هيديكي نفس النتيجة، هيخلي لون الشوربة حلو قوي. خلاص كده أنا دلوقتي هغطيه واسيبه بقى يكمل سواه دقايق بسيطة بس مش أكتر. بس قبل ما اغطيه هظبط له كده بقى الملح بتاعه، هحط له رشة ملح كده بسيطة، وكمان هحط له رشة من الفلفل الاسود، وكمان ضفت له ظرف كده من مرقة الخضروات الفورية. عايزة تحطي مرقة دجاج او مرقة لحمة براحتك خالص، بس انا ما بستعملش غير مرقة الخضروات. دي بتعلي التست جدا، حتى لو حاطه كوبايه شوربه واحده بس والباقي ميه، هيخلي الطعم بتاعك حلو جدا كانك حاطه الكميه كلها شوربه. ونقلبهم كده كويس، وبعد كده بقى هنغطي وهنسيبه كده يكمل سواه كده على الهادي، يعني حوالي دقيقتين 3 هو خلاص دخل في السوا، مش هيقعد اكتر من كده. خلاص كده هو استوى. دلوقتي بعد نغرفه مع بعض كده وهنشوف شكله ايه. شايفين هو مشربش الشوربة بتاعته خالص. الشوربة بتاعته كده هي نفس الكمية اللي انا حطيتها، قاعدة زي ما هي، عشان في الاول انا سويته في مية. بصوا بقى، وشايفين كمان اللون بتاعها، لون الجزر، ولون كمان معلقة الصلصة او الطماطم اللي انا الطماطم بسبكها وبسيبها عندي في الفريزر وبطلع منها. ما بحاولش ان انا استعمل الصلصة الجاهزة. عايزة تحطي برضو معلقة صلصة جاهزة مفيش اي مشكلة، او طماطمايه كده تبشريها هتخلي لون الشوربة حلو قوي. شايفين بقى الشوربة بتاعتنا اللون بتاعها، وكمان لون لسان العصفور الموحد زي ما انتوا شايفين كده. مفيش واحدة بيضة وواحدة غامقة وواحدة فاتحة، لا مفيش الكلام ده، عشان احنا قلبناه باستمرار وايدينا فيه على طول في التقليب، بقى لونه كله موحد زي ما انتوا شايفين كده. والشوربة لونها حلو جدا، والقوام كمان بتاع الشوربة حلو قوي. عايزة بقى تقطعي معاه كده بطاطساية صغيرة، تقطعيها مكعبات صغيرة،
كمان بسلة او مكعبات جزر براحتك خالص، بس انا بفضل اعمله كده لان الولاد بيحبوه بالطريقة دي. شايفين بقى شكله وشايفين الشوربة بتاعته. في ناس بتشتكي طبعا ان هما لما بييجوا يعملوا لسان العصفور بيشرب الشوربة بتاعته، زي ما انتم شايفين كده ما شربش الشوربة بتاعته وما عجنش، واللون بتاعه حلو جدا. انا بتمنى تكون طريقتنا النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم القناة مطبخ مرمور. يلا باي باي، سلام.